الفنان الكردي جمال سعدون. ولد جمال سعدون عام 1958 في مدينة ديرك بكردستان سوريا لعائلة فقيرة وعاشقة للفن. كانت عائلته من ضحايا الإحصاء الجائر الذي جرى في محافظة الحسكة بكردستان سوريا عام 1962 والتي حرمت مئات الآلاف من الكرد من الجنسية السورية. منذ نعومة أظفاره عاشق الفن وأحب ترديد الأغاني. كان صوت جمال سعدون بمثابة صوت تراب وهواء ديرك، عين دوار، زاخو وجزيرة بوطان. في الأفراح كان صوت جمال سعدون يثير مشاعر البشر والحجر، وفي الأتراح كانت العيون تدمع عند سماع صوته الشجي. أجبرته الظروف على المضي في طريق الغربة الطويل، ودفعه الشوق للقاء عائلته للسفر إلى بلغاريا، إلا أن عذاب الغربة أدمى فؤاده. كان الفنان الراحل جمال سعدون قريبا من شعبه وحركته السياسية، حيث انتسب منذ ريعان شبابه ضمن صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا، وبسبب سرية العمل الحزبي كان يعرف بين رفاقه بأبو حكيم. غنى الفنان الكردي جمال سعدون العديد من الأغاني عن كردستان وعن الأب الروحي للكرد ملا مصطفى البرزاني الذي اعتبره سعدون منقذا لشعبه. تعرض للكثير من المضايقات والاعتقال والتعذيب بسبب أغانيه القومية وعن ثورات البرزانيين والملا مصطفى برزاني من قبل النظام السوري، حتى تاريخ وفاته في 30 من شهر آذار عام 2014. كان جمال سعدون بلبلا يصدح في الأعراس والمناسبات وأعياد النوروز في ديرك، ويلهب قلوب أبناء مدينته بصوته المميز والجميل. وكما ينام عاشق في أحضان معشوقته، يرقد جمال سعدون تحت ثرى مدينة ديرك في نوم أبدي، إلا أن صوته وأغانيه بقيت حية في قلوب الشعب الكردي.